عارف الإحساس ده لما تبقى عامل كل اللي تقدر عليه، برضه جواك صوت بيقولك لأ، أنت مش كفاية، سواء في شغلك أو علاقاتك أو حتى نظرتك لنفسك. الإحساس ده مؤلم جدا، لأن بيخليكي دايما في سباق مش بينتهي، سباق لإثبات نفسك. بس الحقيقة الإحساس ده مش بيطلع من فراغ. خليني أقولك حاجة مهمة، الإحساس إنك مش كفاية بيبدأ من الطفولة. لو كنت دايما بتسمعي جمل زي كان ممكن تعملي أحسن من كده، صاحبتك أشطر منك، ليه جبتي 9 مش 10، العقل الباطن بيترجمها إن مجهودك مش كفاية، وإنك لازم تكوني مثالية عشان تستحقي حب أو قبول. ومع الوقت بتحولي ده لصوت داخلي قاسي، كل ما تغلطي شوية يقولك شفتي، قلتلك انت فاشلة. وده بيخليكي تعيشي على وضع المقارنة مستمرة، سواء بينك وبين الناس أو حتى بينك وبين النسخة المثالية في خيالك. لكن الحقيقة انت مش مطالبة تكوني مثالية، ولا كل حاجة تعمليها تطلع 100%. الكفاية الحقيقية مش انك ما تغلطيش، الكفاية انك بتكوني بتحاولي وبتتعلمي. ابدأي اسألي نفسك سؤال واحد وبسيط، مين اللي حط المقاييس دي؟ مين قال ان الكفاية معناها انك دايما تكوني افضل؟ لو بصيتي جواكي هتلاقي ان احساس بالنقص جاي من مقاييس الناس، مش من قيمتك الحقيقية. ابدأي كل يوم قولي لنفسك انا كفاية، حتى لو انا بتطور، انا مش لازم ابهر حد، انا بس عايزة اكون صادقة مع نفسي. مع الوقت الصوت اللي جواكي هيبدأ يهدى، وهتعرفي انك كنت كفاية من البداية، بس كنت محتاجة تصدقي ده. الخلاصة، احساس انك مش كفاية مش ضعف، هو نداء جواكي بيقولك كفاية جلد ذات. آني أوان تحبي نفسك، كل ما تتقبلي نفسك أكتر كل ما تقدري تعيشي حياة أهدى، أنضج وأصدق. وخلي دايما في بالك اللي بيحس إنه مش كفاية غالبا هو اللي بيعمل أكتر من الكفاية. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.